في هذا الفيديو سنتحدث عن واحدة من أبرز الشخصيات التي أثارت الجدل في العالم العربي، وعن قصة صعودها إلى الشهرة بخطوات جريئة ومثيرة للانتباه. إنها موديل روز، التي لا يكاد يمر يوم إلا واسمها يتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي. ولكن من هي موديل روز؟ وما أصلها الحقيقي؟ وهل هي سعودية أم يمنية كما يعتقد البعض؟ ولدت موديل روز في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في المنطقة الشرقية، واسمها الحقيقي روان عبد الله علي أبو زيد. ومنذ سنواتها الأولى كانت شغوفة بعالم الموضة والجمال، ما دفعها إلى السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق حلمها في عالم عروض الأزياء. هناك بدأت مسيرتها كموديل محترفة، واستطاعت في وقت قصير أن تفرض اسمها كإحدى أبرز العارضات العربيات على الساحة العالمية، لتصبح أول عارضة أزياء سعودية تشتهر على نطاق واسع في أمريكا والعالم. ورغم تأكيدها المتكرر على أنها سعودية الأصل والمنشأ، إلا أن الكثير من الشائعات لاحقتها حول جنسيتها الحقيقية، إذ انتشرت معلومات تزعم أنها يمنية أو لبنانية الأصل. ولكن موديل روز نفت كل تلك الإشاعات، وأكدت في أكثر من مقابلة أنها سعودية من أب سعودي وأم سورية، وأن سبب اللبس هو إقامتها الطويلة في الخارج وطبيعة أسلوبها المختلف عن المألوف في السعودية. أما عن عمرها الحقيقي، فقد ولدت موديل روز في عام 1992 ميلادية، أي أنها تبلغ من العمر 33 سنة حتى عام 2025 ميلادية. ورغم شهرتها الواسعة على مواقع التواصل، إلا أن حياتها الخاصة كانت دائما محط أنظار الإعلام، خاصة بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي محمد آل حمود. ولكن العلاقة بينهما لم تستمر طويلا، حيث انفصل بعد خلافات علنية تداولتها وسائل الإعلام في عام 2022 ميلادية. اليوم تعيش موديل روز في الولايات المتحدة، وتواصل نشاطها في عالم الموضة والتجميل، حيث تعد من أكثر الشخصيات المؤثرة في هذا المجال عربياً، بعد أن جمعت ملايين المتابعين على منصات التواصل، وأصبحت رمزاً للجرأة والاستقلالية. إذا أعجبكم هذا الفيديو، فلا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة، وشاركونا في التعليقات رأيكم. هل تعتقدون أن شهرة موديل روز تستحق هذا الجدل الكبير حولها؟